اليومين دول مفيش حد بيبني تطبيق الا وبيستخدم فريم ورك، وعن الفرونت اند اتحدث لان في خناقه دايره بين الفريم وركس اللي موجوده في السوق، واللي كل كام سنه بينضم ليها على الساحه فريم ورك جديده، ولكن هيظل المتصدر فيهم هم كام فريم ورك دول: فيو جي اس ورياكت وانجلر. وكلنا متابع القتال المستمر بين الفريم وركس دي، واللي خاصه اللي دايره ما بين انجلر ورياكت، ولان ورا كل واحده فيهم شركات جباره زي جوجل وفيسبوك اللي هي ميتا دلوقتي. وفي الكام سنه اللي فاتوا دول رياكت دخلت السوق وسحبت السجاده من تحت انجلر وعلمت عليها، ولكن يا ساده انجلر شكلها ما استسلمتش وابتدت ترجع على الساحه. ازاي بقى رياكت ركب السوق وايه اللي عملته انجلر عشان تستعيد مجدها؟ وده اللي هندردش فيه في حكايه النهارده على كودكس لايف. رياكت اتمتعت بشعبيه في وقت قصير قوي، وكان في شويه اسباب اللي خلاها تقدر تعمل حاجه زي كده، والسبب الاول والاهم هو سهوله تعلمها. يا دوب مش محتاج غير انك تكون عارف شويه جافا سكريبت على شويه سي اس اس و اتش تي ام ال وانطلق يا معلم. والشيء التاني هي انها اشتغلت على الاداء او البرفورمانس، بانها ابتكرت طريقه جديده بتستخدمها في الريندر انجين اللي هو رياكت فايبر. الطريقه دي قدرت تخلي الابليكيشنز اللي معموله بيها اسرع بكتير من اللي معموله بالفريم وركس التانيه، وده اللي خلى كتير من الفريم وركس المنافسه زي فيو جي اس وامبر جي اس بعد كده تستخدم نفس الطريقه في المحركات الخاصه بيهم، ما عدا انجلر طبعا. وعلشان هي تبع شركه كبيره زي جوجل ما ينفعش تستسلم وتقلد الباقيين وتعتمد على حاجه مصنوعه في فيسبوك، واللي كان هيعني استسلامها وخضوعها لرياكت. وعلشان كده بعد اصدار محرك رياكت بكام سنه انجلر ما فوتتش وابتكرت طريقه جديده للريندر انجين بتاعها اللي هو انجلر انفي. ايه بقى الطريقتين دول سواء اللي استخدمتها رياكت او انجلر في الريندر انجين بتاعهم، وازاي ده اثر بشكل كبير على شعبيه كل واحده فيهم؟ والحته كمان اللي عجبت ناس كتير قوي في رياكت وهي الهوت ريلود، وده معناه ان التعديلات اللي بتعملها على الكود تقدر تشوفها على البراوزر قدامك بسرعه جدا، لانه مش بيعمل ريندر للصفحه كلها ولكن بيغير الجزء اللي انت عدلته بس في الكود. وفعلا تستحق عليها 10 من 10 لانها قللت وقت البرمجه او الديفلوبمنت بنسبه 10% على الاقل. وكمان رياكت وفرت اهم حاجه كل ديفلوبر او مبرمج بيحتاجها، وهي الدوكيومنتيشن او شرح واضح لكيفيه استخدامها. ووفرت كمان كورسات مجانيه تقدر تلاقيها على كل المنصات، ده زائد الدعم المجاني اللي بتقدمه، فما فيش احلى من كده. وفي احصائيه ستاك اوفر فلو عملتها في 2022 عن اكتر فريم وركس مستخدمه في الفتره دي، ولقت ان رياكت متصدره على انجلر بشكل ساحق. فهل هي دي نهايه انجلر؟ طب تعالوا نعرف انجلر عملت ايه في الكام سنه اللي فاتوا دول، واللي احتمال تقلب الترابيزه لصالحها الفتره الجايه. اولا تعالوا نشوف من ناحيه الريندر انجين، يعني الطريقه اللي بتستخدمها الفريم وركس دي علشان تعمل تحديث للمحتوى بتاع الصفحه لما بتحتاج تغير البيانات اللي فيها. بالنسبه لرياكت بتعتمد في الريندر انجين بتاعها على طريقه الفيرتشوال دوم، وطريقه الفيرتشوال دوم او الفي دوم دي بتعمل ايه بقى؟ اول ما الصفحه بيتعمل لها ريندر يعني بتظهر قدامك على البراوزر، بيقوم المحرك ده مكريت حاجه زي شجره بتمثل نفس الترتيب لكل الاليمنتس اللي موجوده في الصفحه. والاليمنت هو الحاجه اللي انت بتلاقيها على الصفحه زي الصور مثلا او التكست او حتى المكان اللي بتكتب فيه المدخلات. وكل مجموعه اليمنتس بتقوم مع بعضها بوظيفه معينه وليهم علاقه ببعض، بيبقى ليهم مسمى تاني في الويب فريم وركس هو الكومبوننت، وده بيسمح لك انك تقدر تستخدم نفس مجموعه الاليمنتس او الكومبوننت في اكتر من مكان من غير ما تكرر الكود. والشجره دي اسمها فيرتشوال دوم تري، ولما بتتغير اي داتا من اللي في الصفحه دي وضروري يحصل ريندر تاني بيقوم عامل شجره جديده، وبعدين بيبدا يقارن كل نود في الشجره دي واللي بيمثل الكومبوننت باخوه في الشجره القديمه، ولو كان في اختلاف بيقوم عامل ريندر للكومبوننت ده. ورغم انها بتحقق اداء محترم برضو ليها عيب قاتل، واللي نقدر نلاحظه هنا مع كل ريندر المحرك ده بيكريت شجره جديده وبيحفظها في الميموري، وبالتالي بيستهلك ميموري بطريقه جباره. ونفس الموضوع في الفريم وركس الثانيه زي امبر جي اس وفيو جي اس، واللي بيستخدموا نفس المبدا في الريندر انجينز بتوعهم، ولكن مع شويه فروق بسيطه علشان تصلح عيوب في الطريقه دي.
زي استهلاكها للميموري. نروح بقى لانجلر اللي قررت انها تبتكر طريقتها الخاصه لما اصدرت ريندر انجين جديد وهو انجلر انفي، واللي بيستخدم طريقه انكريمنتال دوم او اي دوم، والنوع ده بيخلي الكومبوننت معتمد على نفسه، يعني لو اتغير اي حاجه فيه بيقوم عامل ريندر. بالمختصر ان كل كومبوننت في الطريقه دي بيبقى كانه ريندر انجين مستقل، وبالتالي استهلاك اقل للميموري وبندل اقل، وطبعا لو اشتغلت على الموبايل هتكون اسرع. ونخش على النقطه اللي بعديها واللي عملت قلق في وسط مستخدمين رياكت، ان انجلر ابتدت تحل اهم مشكله خلتها تفقد جزء كبير من المطورين اللي بيعتمدوا عليها، وابتدوا يروحوا لفريم وركس تانية، وهي سهوله الاستخدام وسرعه التعلم. واولهم هي الطريقه اللي بتستخدمها كل واحده فيهم علشان تديك امكانيه انك تطبق الرياكتيف باراديجم، ودي طريقه بنستخدمها في البرامج والتطبيقات المعقده زي السوشيال ميديا مثلا، واللي بتحتاج انها تعمل اكتر من عمليه في نفس الوقت عند حدوث شيء معين او ايفنت، ومش عايز توقف كل حاجه لحد ما العمليات دي تخلص. تعالوا ناخد مثال. لو جات لك رساله او حد نشر بوست، بتلاقي علامه تنبيه في الاشعارات والبوست بيظهر على الصفحه، وكذا حاجه بتحصل في نفس الوقت من غير ما البرنامج يهنج ولا يبطأ. وفي كل اللغات دايما في اداه او لايبراري بتسهل الموضوع ده، مثلا رياكت بتستخدم الهوكس وانجلر بتستخدم RxJS. وهنا نحط نقطه، لان الجديد ان انجلر اخيرا ادركت ان RxJS صعبه على كتير مننا رغم امكانياتها الرهيبه اللي ملهاش حدود، واللي بتتفوق على الهوكس ذات نفسها، واللي ادى كتر المميزات دي الى افتكارها الى السهوله. ومن هنا انجلر ركزت على اللي اغلب المبرمجين بيحتاجوه من RxJS واطلقته في اصدارها ال16 السيجنالز. ببساطه خالص لو انت بتستخدم رياكت هوكس هي نفسها ولكن بطعم انجلر، وبدل ما كنت بتستخدم اليوز ستيت يوز ميمو او اليوز افكت بدلتهم بالحاجات دي سيجنال افكت كومبيوتد. وبالمناسبه ده نفس اللي بتعمله البيهيفير سبجكتس في الRxJS. والنقطه الثانيه هي السيرفر سايد ريندرنج، وده معناه ان الصفحه بيتعمل لها ريندر على السيرفر وبعدين بتتبعت لك على البراوزر، والبراوزر مش محتاج اي وقت اضافي علشان يعالج البيانات، وبالتالي بتظهر اسرع، وده بيحسن من السيو طبعا. وكل واحده فيهم عندها الاداه بتاعتها، مثلا رياكت بتعتمد على نيكست جي اس وانجلر بتعتمد على يونيفرسال، ولكن رياكت متفوقه في الحته دي لانها بتستخدم خاصيه الهايدريشن واللي بتسرع عمليه الريندر بشكل كبير. ليه بقى؟ لان السيرفر بعد ما عمل ريندر للصفحه وبعتها للبراوزر بيقوم البراوزر مقارن التغيير كان فين بالظبط وبيعمل ريندر للجزء ده بس، مش بيعمل ريندر لكل حاجه على الصفحه زي ما كانت انجلر بتعمل، واللي برضو صلحته في اصدارها 16 واللي اضافت ليه خاصيه الهايدريشن. ويلا بينا نخش على النقطه اللي بعديها واللي فعلا كان عيب كبير من عيوب انجلر واللي خلى كتير من المطورين او الويب ديفلوبرز يدوروا على بديل اسهل، هي انك علشان تستخدمها لازم تتعلم لغه جديده. ولكن بالمناسبه النقطه دي ابتدت تتقلب لصالحها، لان رياكت اول ما انتشرت كانت بتعتمد على الجافا سكريبت بس وكمان Vue.js، ولكن معظم التطبيقات اللي بيتم انشائهم اليومين دول سواء بالرياكت او Vue.js بقوا بيستخدموا التايب سكريبت لانها بتدعم الاوبجكت اورينتد، واللي بتخلي الابليكيشن بتاعك ليه استراكشر قوي ومنظم. والنقطه الاخيره وهي الكوميونتي او بالبلدي الالتراس، واللي معناه ان كل اداه فيهم بيبقى ليها مطورين وشركات بتدعمها لانهم بيستخدموها في بناء تطبيقاتهم، وكل ما كتر الدعم المقدم ليها بتزيد شهرتها وقدرتها على مواجهة التحديات، وبالتالي بتتطور بشكل أسرع. ورياكت هنا لعبتها صح لأنها ركزت في المقام الأول إنها تقدم شروحات ودورات مجانية على النت وفي كل حتة ودعم تقني علشان تجذب أكبر كم من المطورين، على عكس أنجلر اللي ركزت على الجانب التقني أكتر. ولكن لو ركزنا حبتين في الإصدارات الجديدة بتاعت أنجلر ابتدت تبسط حاجات كتير واشتغلت على الدوكيومنتيشن بتاعها، وبالتالي في الفترة الجاية من المتوقع إنها تبقى في الصدارة او على الاقل هتبقى في نفس مستوى رياكت. وبالاضافه لده انجلر بتعتمد عليها شركات ضخمه في تصميم تطبيقاتها زي ابورك بايبال مايكروسوفت اوفيس، وده لانه ورا انجلر شركه ضخمه زي جوجل، ده غير انها الشركه اللي عملت المتصفح الهندسي، يعني هي قادره كتير. يعني مش ممكن في يوم ما يقوموا مقريفين ويقرروا مفيش ابلكيشن معمول برياكت هيشتغل بعد كده على جوجل كروم، واللي اكيد مش هيحصل، ولكن ممكن يضيفوا مميزات في المتصفحات بتاعتهم بتتفاعل
بس مع الابلكيشنز اللي معموله بانجلر، واللي هتبقى ضربه قاتله للباقي الفريم وركس. يعني معنى الكلام ده اني اعتمد على انجلر عشان رياكت شكلها بتموت؟ ده مش مفضل، لان الخناقه ما زالت قائمه بين الفريم وركس دي، وما زالت كل واحده فيهم ليها مميزاتها وعيوبها. مثلا انجلر بتجمع بين القوه والاستراكشر الثابت، وطبعا بتطبق قواعد السوليد واللي اتكلمنا عنها قبل كده في حكايه على القناه، وهسيب لكم رابط ليها تحت في الوصف. فهي حلوه للتطبيقات اللي ممكن تكبر في المستقبل، واللي عدد المبرمجين اللي بيشتغلوا عليها كبير جدا. وعلى الجانب التاني رياكت بتجمع ما بين السهوله والسرعه والمرونه، لان ملهاش استراكشر ثابت لتصميم التطبيق، ومش محتاج تتعلم اي حاجه غير الجافا سكريبت علشان تستخدمها، عكس انجلر اللي بتعتمد على التايب سكريبت بس. ولحد هنا خلصت حكايتنا. ويجي السؤال، تفتكر هل انجلر هي اللي هتسيطر الكام سنه اللي جايين؟ واشوفكم في الحكايه اللي جايه من حكايات كودكس لاين، والسلام عليكم.